يا لها من لحظات صعبة، ويا له من فراق صعب، لكننا راضون بما كتب الرب ومسلمون بما شاء المولى، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. عقب مسيرة عظيمة وسيرة فذة لرجل من أعظم الرجال وأكثرهم صبرا، ها هو الأمير نايف الذي ناف حبه في القلوب وتمكن من المساس بالمشاعر، فصار فقدانه رزية كل مواطن في هذا الوطن. إننا لا نعزي في نايف أحدا دون أحد، إنه حزن الوطن كله من أدناه إلى أقصاه، ومن شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، بل إنه يمتد حيث يكون صداه عربيا وإسلاميا ودوليا. ذلك أن الأمير نايف شخصية مرموقة ذات تأثير محلي وعربي ودولي. إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه حينما نعى الأمير نايف فإنه يبرز مكانة الراحل ويؤكدها، وخادم الحرمين الشريفين الصابر المحتسب على ما قدر الله وقضى جثمان الراحل في طريقه إلى السيارة التي تنقله حيث يصلى عليه في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع يتقدم أصحاب السمو الملكي الأمراء بجوار جثمان الفقيد الراحل. في الحزن تقف الأسرة الوطنية الكبيرة الواحدة لتعيش اللحظات ذاتها، وتشهق بالعبرات نفسها، وتذرف الدموع على فقدان حبيب الوطن ورجل الأمن الذي حرص كل الحرص على المنظومة الأمنية كما وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله ورعاه. منذ الأمس حيث أعلنت وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز عم الحزن الوطن أجمعه، وتبادل المواطنون التعازي في وفاته رحمه الله، ودعوا له بالمغفرة والأجر والمثوبة، وأن يجزيه الله خير الجزاء على ما قدم لدينه وملكه ووطنه وأمته العربية والإسلامية. أنقل الميكروفون إلى الزميل عبد الله المحسن.